في أنواع علاقات كده ممكن تخلّص عليك نفسيًا قبل ما تنتهي رسميًا. تعالوا بقى نتكلم بالتفصيل عن أنواع العلاقات دي. أول نوع من العلاقات دي واللي بطلها دائمًا الشك، الشخص اللي دايمًا بيستقبل منك عشان يقلب الأمور في دماغه ويحاسبك على حاجة جواه. دي مش بس علاقة متعبة، دي بتخلّي ثقتك بنفسك تتآكل تمامًا. تاني نوع من أنواع العلاقات اللي فيها تعلُّق مُفرط، طرف كده مش قادر يستغنى عن الطرف الآخر، طول الوقت عايزه موجود وعايزه حواليه. الحقيقة إن الشخص ده مش بس بيخنقك، ده هيصيبك بإرهاق نفسي أنت مش هتقدر عليه. تالت علاقة بقى اللي بطلها الغيرة السامة، الشخص اللي طول الوقت مش عايز حد يقرّب لك، الشخص ده هيجهدك نفسيًا جدًا، ده غير إنك طول الوقت هتلاقي نفسك بتحاول تدافع عن نفسك وهتبتدي تكدب، وهتلاقي نفسك دخلت في دوّامة أنت في غنى عنها. أمّا رابع علاقة بقى اللي بطلها الشخص النرجسي، كل حاجة حواليه لازم تمشي على مزاجه، طول الوقت هيحاول يلعب على حتّة إنك مش كُفء، شخص هيدمّرك، هيدمّرك. أمّا خامس علاقة والعلاقة الأخيرة هي علاقة البلوك المتكرر، الشخص اللي كل ما يتقمص منك يختفي، يعمل لك بلوك من غير مبررات كده، الشخص ده هيعيشك في دوّامة مشاعر ومش هتعرف تثق تمامًا في حد. في الآخر لو قابلت نوع من الأنواع دي حاول تجري على قد ما تقدر، الأشخاص دي عمرك ما هتعيش في سلام نفسي وأنت معاهم، قادرين إن هم يبوظوا ويدمروا جهازك العصبي. لو قابلت نوع من الأنواع دي اكتب لنا في الكومنتات. أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي تغير اللي بعدها.